انتوا متخيلين يخونها ويتجوز عليها جوازة احسن من الطريقة اللي اتجوزها بيها، وفي الاخر هي كانت مجرد خدامة عند مامته. والله العظيم مش عارفة ابدأ معاكم الحكاية دي ازاي، والله سامحوني يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ بصوا، انا مش عارفة مش عارفة اجيبها لكم ازاي، بس المرة دي هحكي لكم حكاية، هو بس عشان خاطر نتعظ، يعني عشان كلنا بس ناخد بالنا، واي واحدة لسه متجوزتش ومقبلة على الجواز وكده تنتبه معايا وتخلي بالها، عشان والله بجد اللي انا هقوله لكم ده حاجة يعني صعبة على اي واحدة ان هي تتحملها، او اي واحدة ان هي تعيشها كتجربة. يعني دي واحدة صديقتي، ويعني المهم كانت تحكي معايا، فانا طبعا استأذنتها وقلت لها انا بصي انا حابة احكي الحكاية بتاعتك دي بس عشان خاطر ان هي تبقى عظة لينا كلنا، ولاي حد مثلا ممكن يقع في حاجة زي كده يخلي باله. المهم بصوا يا جماعة، بس قبل اي حاجة متنسوش اللايك والكومنت الحلو، ولو مش مشتركة في القناة اتمنى انك تشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. الحكاية بدأت ان هي بنت مخلصة كلية وبتشتغل وشغل عادي، هي معلمة يعني مدرسة في مدرسة جنب بيتها، وعايشة في بيت باباها عيشة بجد، يعني زي اي واحدة متدلعة ومدللة في بيت باباها. يعني بالعكس، ولا كانت بتطبخ ولا كانت بتكنس ولا بتنظف ولا بتعمل اي حاجة، هي بس بتساعد مامتها. ماشي، بس مفيش حاجة بتيجي بان هي تبقى مجبورة او تصحى من النوم اللي هو قومي اعملي، ولا لا، مفيش كده، زي اغلب البنات اللي عايشين عادي زينا كلنا. اصحابها بدأوا طبعا تروح افراح اصحابها، يعني تتعزم على افراح اصحابها وكده، تعالي ده انا فرحي يوم الخميس، تعالي انا خطوبتي كذا، وعادي بتروح هي واصحابها بيهيصوا ويفرحوا، واليوم يخلصوا بتروح. لغايه ما جت في يوم اتصلت بيها واحده بتقول لها معايا فلانه الفلانيه، فبتقول لها ايوه يا فندم، مين حضرتك؟ بتقول لها يا بنتي انا الحاجه فلانه، وكنت موجوده في فرح فلانه الفلانيه، هي صاحبتها يعني، في يوم الخميس اللي فات. فيا بنتي انا محتاجه اشوف اهلك وعايزه اقعد مع مامتك وكده، انا عارفه ان انتي متعرفنيش وان انتوا متعرفونيش، بس انا عندي ابن مواصفاته كذا كذا كذا، ومخلص دراسه في كليه كذا، وشغال شغلانه حلوه وكويسه جدا وراتبها حلو جدا، ولو ما فيش اي مانع انا عايزه اروح اتقدم ليكي واخطبك لابني وكده. ويا بنتي لو اهلك مش بيقابلوا حد غريب، احنا يعني عنواننا كذا وعيلتنا اسمها العيله الفلانيه، وروحوا اسالوا علينا وتطمنوا قبل ما ندخل بيتكم. لغايه كده بصراحه، والست يعني كلامها محترم جدا وذوق جدا، وبالعكس بقى ده كان كلامها احسن كده بكتير. انا يمكن بحكي لكم، اعتقد ان لو انتوا بتسمعوني هتقولوا ان هي انسانه كده كويسه جدا تمام. فعلا اهلها مامتها طبعا اول ما خلصت المكالمه راحت لمامتها، يا ماما حصل 1 2 3، وبصراحه انا متفاجئه جدا، وايه ده وازاي جابت رقمي ومعرفش ايه. اكيد فمامتها قالت لها اكيد من صاحبتك يعني، فالحاجات دي مش صعبه. قالت لها بس يعني كون ان هي تتجرأ وتكلمني في التليفون على طول، طيب ما خدوش رقم بابا وكلموه ليه؟ دي يعتبر من ضمن عارفين انتوا اللي بيقول الاصول وكده. وبصراحه كان يستحسن وكان من الاصول ان جوزها يكلم باباها، ده المفروض. يعني انتوا داخلين بيت، كون ان انتي تدخلي من دخلة ان هي بنت صغيرة او وراحت فرح اصحابها كتير، وانتي وهقول لكم ليه هي لجأت للخطوة دي. اكيد طبعا سألت وعرفت ان اصحابها معظمهم متجوزين، فاكيد عايزة تفرح. عارفين انتوا لما هدخل عليها بحتة ان انا هغريها بقى وتتجوز زيك زي اصحابك ومش عارفة ايه، ودخلت عليها بالمميزات، جوز ابني شغال كذا كذا ومش عارفة ايه وراتبه كذا، فما شاء الله انت كده بتغريني، فاهمين؟ فمامتها قالت لها المفروض يا بنتي كان يحصل 1 2 3 ان هي زوجها يكلم باباكي. بس ما علينا، خلينا نقول ان هي يمكن كانت فرحانة، يمكن حابة كانت تفرحك، هناخدها من حتة مش هنسيء الظن بالناس. تمام لغاية هنا تمام. وفعلا باباها سمع الكلام ده
من مامتها طبعا، هما بيتشاوروا بيتحاوروا. ففعلا كان باباها قال برضو علق على نفس التعليق، هو المفروض كانوا يكلموني انا ما يكلموش بنتي، بس ما علينا، خلينا بس نشوف الموضوع للاخر ونقعد معاهم ونعرف منهم هل هم ناس كويسين ولا لا، مش هينفع نقفل البيت من قبل ما نفتحه. وفعلا سألوا عليهم، وخد رقم السيدة دي من بنته، وخلى ان هي تتصل، يعني يتصل بيها. مش صراحة مش فاكرة بالظبط مين اللي اتصل، هي ولا مامتها، يعني باباها ولا مامتها، عذرا يعني. والله انا متوترة لان الحكاية حرقت دمي بجد. والمهم ان الراجل اخد، يعني خلى مراته تقريبا تكلم الست دي، عشان خاطر هو باباها راجل كويس جدا وذوق جدا، فهو حتى استحى ان هو يتكلم معاها، فقال لها خلاص انتي شوفي تواصلي مع ان هما توصلوا ان هما يعني يتواصلوا معاها، وتقريبا كان عن طريق والدتها. المهم، وحاجة غريبة هقولها لكم دلوقتي، يعني حاجة مستفزة هتعرفوها والله، وانتوا هيتحرق دمكم زي. توصلوا يعني واتكلموا معاها، وحددوا تقريبا ميعاد ان هما يقعدوا فيه مع بعض، لغاية كده تمام. المهم ان لما كان يحصل اي اختلاف في عارفين في الاتفاق، عارفين في الجواز يعني خطوبة شبكة، الوقت قد ايه، المدة قد ايه، وبالاخص لما قالت لهم ان هي هتقعد في بيت عيلة، وبيت العيلة ده فين؟ في بلد تانية غير البلد اللي هم يعني اللي بلد صاحبتي دي قاعدة فيها، يعني هي هتقعد دلوقتي في بلد تانية. تمام. هو مش تمام، لان صاحبتي دي اصلا كانت ضد ان هي تقعد بعيد عن اهلها، والله العظيم بجد. يعني احنا وقت الجواز، وقت ما هي كانت بتعزمنا وكده، قالت لنا على التفاصيل، احنا اتصدمنا، اللي هو انتي اصلا كنت ضد ان انتي تقعدي بعيد عن مامتك بشرعين، انتي كنت حابة اصلا تتجوزي في نفس العمارة، مش المهم، ما علينا. الموضوع مش في كده خالص، يعني دي حاجة بسيطة بالنسبة للي جاي. هي بقى الله اعلم بقى باتفاقاتهم ساعتها. المهم اتفقوا ان هي هتقعد طبعا مع مامته، وصاحبتي دي هتتجوز في بيت عيلة في بلد بعيدة عننا. انا زعلت ان انا واحدة من الناس كانت صاحبتي قريبة مني، وكنا على طول مع بعض، فخلاص اهم حاجة ان هي مبسوطة وسعيدة، واكيد هو حد يعني مفهوش غلطة عشان صاحبتي دي توافق علينا. صاحبتي ما شاء الله ايه في الجمال، وما شاء الله يعني من وسط محترم جدا، فمش هتاخد اكيد اي حد. كون ان هي تبعد عن اهلها فاكيد في حاجة يعني هي مبسوطة بيها قوي. فالمصيبة بقى ان هي لما جت تعزمنا على خطوبتها، ورحنا بقى البيت وكده، بصينا لقينا حاجة غريبة. كلمة غريبة يا جماعة، شكله والله العظيم انا لو حطيت صورته دلوقتي انتوا هتخافوا منه. شكله كان غريب جدا، يعني استغفر الله العظيم، مش ان احنا مثلا بنغلط في خلقة ربنا سبحانه وتعالى، لا والله ابدا، ربنا عالم، بس مش هو ده اللي هيخليني ابعد عن اهلي. حاجة كانت من ضمن الحاجات المستحيلة ان انا اوافق بيها، اقصر منها. ودي حاجة يعني احنا كبنات وستات كده مش من الحاجة اللي بنرشحها ابدا، هو يا في طولي اطول مني شوية، اطول مني قوي، ده طبعا حاجة حلوة، بس كون ان الست تاخد حد اقصر منها، لا انت كده مش طبيعية، المشكلة فيكي انت مش فيه. كان اقصر منها، هي طولها كان حلو يعني حوالي 165 حاجة زي كده، ماشي اقصر منك وشكله غريب. طبعا يعني خلقيا كده مش عارفة بقولها صح ولا لا، مش حلو خالص خالص. واهله شكلهم غريب، يعني حتى كده ما ترتاحلوش نهائي. الناس اللي تشوفوها كده واللي هو لا شكلكم يا جماعة مش مريح، انتوا فيكوا حاجة مش طبيعية. فصاحبتي كانت مبسوطة جدا، يعني قاعدة في خطوبتها مبسوطة بطريقة كأنها حرفيا واخدة، هقول لكم ايه، حد قمر 14 مفهوش غلطة. لا هي اللي كانت كده، وما شاء الله كانت آية في الجمال فوق حلاوتها. فرحتها كانت غريبة، عارفين اللي حد فرحان بس كان عامل يعني فرحة من غير روح، فرحة بس مش مصطنعة، مش طبيعية. احنا كنا شوية وكنا حاسين ان احنا عايزين نعيط عليها، انتي فيكي حاجة، يا مثلا انا مش عايزة اقول اسمها بس. المهم ان اول يا جماعة ما اتخطبت وهي حرفيا بدأت تختفي عن الانظار، يعني ما بقتش
بتروح وتيجي معانا. انت اولا اتخطبتي ما اتجوزتيش، فاذا انت هتبقي مخطوبه خلاص هتودعي بقى اصحابك وقرايبك، لانك هتروحي بلد تانية، واللي بيتجوزوا بيبقوا عارفين قد ايه الجواز منهك وبيلهي الواحده وكده. فهتخرجي وتروحي تتفسحي وفي زيارات وكده، لا هي اختفت ونسأل عليها، اولا موبايلها يا ترد مرة 10 لأ، ولما كانت تيجي تكلمنا كانت تقفل معانا في الكلام. حرفيا انا حسيت ان صاحبتي يا جماعة مش هي، اتغيرت واتبدلت. لا هي مش هي اتبدلت، يعني مش هي صاحبتي دي. فين وفين صاحبتي موبايلي رن كان عليه اسم صاحبتي بعد ما اتجوزت ب3 سنين. انا ما كنتش مصدقة. وهنا بقى هي بدأت تحكي لي من ساعة ما شافت خطيبها واهل خطيبها لغاية اللحظة اللي كلمتني فيها كانت ايه المشاكل اللي مرت بيها. ويؤسفني ان انا اقول لكم هكمل لكم الفيديو الجاي، بس كان لازم اعرفكم التفاصيل دي عشان تعرفوا اللي جاي هيبقى عامل ازاي.